يا مساء الفل عليكم يا حبايبي، تعالوا نعمل التومية السوري زي ما وعدتكم. انا النهارده نزلت السندوتشات السوري وكنت موعداكم هعمل لكم التومية. يلا نشوف المكونات بتاعتنا على السريع. هي بسيطة جدا، مش هتاخد في ايدينا حاجة. معانا فنجان زيت، ملح، توم، انا عايزة التوم صحيح كده، معايا نشا، معايا خل، معايا نص كوباية لبن، معايا سلطانية زبادي. دي الوسط. عايزة انت تعملي الكبيرة هتضاعفي المقادير، اللي اقل من كده هتقللي المقادير. تعالوا نشوف هنعمل ايه. جبت ووك على البارد كده، هحط فيه حبة النشا، وهاخد المقدار المعين من مج المية، مش كله بس لان انا واخدة مقدار نشا قليل زي ما انتوا شفتوا كده. هدوبها على البارد ورفعتها كده على النار. هي هتلف معايا قوام عشان هي حاجة بسيطة. لفت معايا كده، هنركنها بقى وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. معانا الخلاط، هننزل بالزبادي وهنحط اللبن زي ما انتوا شايفين كده. كل اللي احنا شفناه هنحطه كله على بعضه في قلب الخلاط. فنجان الزيت، التوم والملح، انا عايزه التوم صحيح كده وطازه، اقشره واحطه على طول عشان يبقى فريش كده. انا عايزه ريحته، مش عايزاه هو، فعايزه اطحنه خالص في الخلاط ما يبقالوش. مش هينفع ان انا التوم مطحون في التلاجة من اللي احنا بنستخدمه في اي وقت، لا انا عايزاه كده عشان تبقى ريحته ونكهته جذابة في التومية. هنضرب كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. هننزل هنا بخليط النشا اللي احنا عملناه في الوك. ليه النشا؟ النشا هي اللي هتربط التومية ببعضها وهتقل قوامها زي ما انتوا شايفين كده. ومعلومة بسيطة جدا عايزة اقولها لكم، احنا واحنا بندي اللفة كده الأخيرة، التومية القوام اللي هينزل قدامكم دلوقتي، أنا كده خلصت. اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم ده هيتقل أكتر كل ما تسيبيه شوية بره أو في التلاجة. وعن ثقة وعن خبرة، وهتقولي كلام الشيف لولا أكيد. بألف هنا، ويا ريت اللي عجبته الطريقة يفعل الجرس ويدعمني. باي باي.